وتعالوا كده مع بعض يا دكاترة، بعد ما خلصنا الدعامة المؤقتة الفسيولوجية نروح للجزء الأهم والمهم جدا جدا النهاردة اللي احنا بنسميها الدعامة. اسمها الدعامة التركيبية. اسمها يا مستر الدعامة التركيبية. من اسمها كده يا دكاترة مسؤولة عن تركيب حاجة في الخلايا النباتية اللي عندنا. طيب مستر تركيب مين؟ بس بالراحة واحدة واحدة كده. احنا عندنا حضرتك ادي عندنا عضو من اعضاء النبات واللي احنا بنسميها حضرتك الورقه. كلام جميل. لو خدنا منها مجموعه من الخلايا واللي احنا بنسميها نسيج نباتي، وهنعرف مع بعض ان الانسجه النباتيه هي مجموعه من الخلايا قد تكون متشابهه وقد تكون مختلفه. هناخد الحاجه مع بعض النهارده ان شاء الله. المهم فده كده عندنا نسيج من ورقه النبات اللي عندنا. المفروض ان الخلايا النباتيه يا شباب بتحاط من الخارج بحاجه شبه سور المدرسه. سور المدرسه هو اللي بيحمي الطلبه اللي جوه المدرسه، سور المدرسه بيحمي المدرسين اللي في المدرسه، كل اللي في المدرسه السور ده بيحميهم. ما بالك بقى الخلايا النباتيه ربنا سبحانه وتعالى اداها من بره حاجه شبه سور المدرسه، واللي احنا بنسميها شبه عندنا حاجه اسمها الجدار الخلوي. اسمها ايه يا مستر؟ الجدار الخلوي. بس واحده واحده كده. اتفقنا مع بعض ده النسيج النباتي اللي عندنا. هنيجي ناخد حته صغيره من الجدار الخلوي لاي خليه من الثلاثه اللي هو محدد باللون الاخضر اللي عندنا ده، ونعمل له عمليه زوم. المفاجاه ايه؟ كان العلماء فاكرين الجدار الخلوي ده عباره عن طبقه واحده بتحيط بالنبات من بره او الخلايا النباتيه من بره، لحد ما اثبتوا ان الجدار الخلوي بيتكون من مجموعه او عده طبقات. بدا العلماء يحللوا كيميائيا ايه تركيب الطبقات دي. المهم العلماء توصلوا ان الجدران الخلويه في النبات بتحتوي على حاجه شبه الالياف او الخيوط، سموها ودلعوها بعد كده كلمه سيليلوز. وتعالى بس وقفه صغيره. لو سالت اي طالب دلوقتي يعني ايه سيليلوز؟ يقول لي يا مستر انا عارف. اقول له اتفضل. يقول لي السيليلوز ده مركب كيميائي موجود في النباتات. اقول له ممتاز. طب السيليلوز ده عباره عن ايه؟ يعني هو اتسمى سيليلوز ليه اساسا؟ صح. تعالى اقول لك بقى. كلمه سيليلوز دول كلمتين في بعض. اولا كلمه سيل لوحدها دي كلمه، وكلمه اوز دي الكلمه الثانيه. تعال نترجم بقى. سيل معناها خليه. صح يا مستر. وكلمه اوز صح، دي جايه زي كلمه جلوكوز، فركتوز. جدع. ده عباره عن سكر. يبقى الترجمه الحرفيه لسيليلوز سكر جدار الخليه او سكر الخليه. يا نهار ابيض. وده فعلا اللي حصل لما العلماء حللوا الالياف كيميائيا بتاعت سيلوز، لو بتتكون من وحدات بنائيه صغيره من سكريات احاديه. صح يا مستر، خدناها في اولى ثانوي، اللي احنا بنسميها المونوساكرايد او السكر الاحادي زي الجلوكوز. يعني حضرتك الخيط الواحد من السيليلوز بيتكون من مئات الالاف من السكريات اللي زي الجلوكوز اللي عندنا. يبقى اذا عندنا فعلا السيليلوز ده عباره عن سكر. طيب مستر سؤال، ليه النبات او جدار الخليه بيبقى عنده سيليلوز؟ تعالى بقى نفهم دي بالراحه عشان اوصل لك معلومه كامله عندنا. يبقى كده عرفنا يعني ايه كلمه جدار خلوي وايه التركيب الكيميائي بتاعه. تعالى نشوف بقى الجزئيه دي. اولا يا شباب في البدايه مع بعض كده عايزين نعرف الجدار الخلوي بالظبط ازاي بيحمي الخليه، بما انه عباره عن كلمه جدار خلوي احنا شبهناه قلنا من شويه ايكوال يعني بيساوي السور بتاع المدرسه بتاعتنا. ازاي بقى السور اللي بيحيط بالخليه ده بيحميها؟ تعالى بس واحده واحده. اللي قدامك ده شكل عام للجدران الخلويه في النبات. اولا اللي بره خالص دي يا شباب اللون الاخضر الداكن شويه دي بنسميها الصفيحه الوسطى. انا مش محتاجها في المنهج، لا مش عندي قوي في ثالثه ثانوي. انا محتاج اللي بعد كده. الجزء الثاني من الاخضر اللي عندنا الفاتح شويه ده او الطبقه الثانيه ده بنسميه الجدار الاولي. والجدار الاولي ده موجود في اي خليه نباتيه على وجه كوكب الارض. ركز جدا في كلامي، ده اسمه الجدار الاولي. هنلاحظ تحتيه في عده طبقات تانية بتاخد البني اللي عندنا. ادي في الطبقه الاولى وادي الثانيه وادي الثالثه. الثلاث طبقات دول مع بعض حضرتك بنسميهم الجدار الثانوي. وهناك خلايا بيكون عندها جدار ثانوي وخلايا ما عندهاش جدار ثانوي، لكن كل خلايا النبات لازم 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 يكون عندها الجدار الاولي ده يا شباب. في نقطه مهمه بقى. الجدار الخلوي في الاساس بيتركب من ماده زي ما اتفقت معاك اسمها السيليلوز، صح كده؟ تعال بقى نعرف ليه سيليلوز بالذات الاول. ناخد كده بس معلومه ونرجع للرسمه بتاعتنا. ادي مين دي؟ خليه نباتيه. برافو عليك.
مين اللي قدامنا دي الفجوه العصاريه. ممتاز، خلاص حفظنا بقى اللي احنا قلنا من شويه بتعمل ايه، انها بيخشها الماء والاملاح والكلام ده كله. شيء عظيم. طب تعالى كده فكر معايا دقيقه واحده، هي الميه اللي جايه من الارض هتخش جوه النبات هتعدي على مين؟ صح يا مستر، هتعدي على السور اللي هو مين؟ الجدار الخلوي. اقول لك ممتاز، برافو عليك. علشان الميه تعدي من الجدار الخلوي لازم يبقى الجدار الخلوي بيحب الميه، وكان بيحب الميه متشرب للماء. خد بالك قوي من الحته دي، الجدار الخلوي السليلوزي متشرب للميه، عشان هسمع على مركبات كيميائيه غير السليلوز ما بتشربش الميه، ما تعديش الميه اساسا منها، لكن الجدران الخلويه السليلوزيه متشربه عندي للماء. كلام جميل، كلام جميل. تعال نرجع بقى تاني كده مع بعض للشريحه اللي فاتت. احنا قلنا الجدار الخلوي في عندنا حاجة اسمها أولي، في عندنا حاجة اسمها ثانوي، وطبعا في المركز عندي هنا المكونات الخلية الداخلية. خلاص كده كلام جميل. العلماء أثبتوا يا شباب إن بمرور أو بنمو النبات بيبدأ يزود سمك الجدار. يعني بالراحة كده، لو أنا عندي سور بيحيط بالمدرسة والسور ده ضعيف بنعمل إيه؟ يا اما ببنيه من جديد، يا اما بجيب بقى اسمنت وجبس والحاجات دي وابدا ازود السمك بتاعه. صح، كلام جميل. ليه بنزود سمك سيادتك السور؟ علشان يحميه، عشان ما يقعش. كلام جميل. فنفس الفكره عندنا هنا، العلماء لاحظوا ان النبات بيزود سمك الجدار ده. زياده السمك دي ليها اسماء عندنا، وهنعرف بيزودها بمواد اسمها ايه دلوقتي. زياده السمك زي ما قلت لك، زياده السمك بتساوي كلمه تغليظ، بنسميها كلمة ايه؟ تغليظ. خد بالك من الكلام ده. زيادة السمك بتساوي كلمة تغليظ بتساوي كلمة ترسيب. ترسيب مين يا مستر؟ بيرسب ازاي وفين وليه؟ مين بيترسب وبيعمل ايه؟ ده لسه بدري، ده احنا بنناقش الموضوع من الالف الى الياء. كل ده ما زلنا في الجدار الخلوي، يعني المحاضرة كاملة بتاعته تقريبا لوحده. يبقى نتفق مع بعض في البداية ان الجدران الخلوية بيخش في تركيبها سكر اسمه السليلوز، والسليلوز ده بيكون محب لمين عندنا؟ محب للميه. السليلوز محب للميه، متشرب للميه. مش بس كده يا شباب، السليلوز عندنا اللي بيشرب الميه ده التركيب الاساسي اللي بيخش في تركيب الجدران الخلويه. فلما اجي اقول لك في امتحان اخر السنه ايه؟ ما المكون الاساسي في تركيب الجدران الخلويه؟ واجيب لك اختيارات كتير، يقول لك كيوتين وبكتين وسيلوز، وانت مغمض عينك. لقيت كلمه اساسي في السؤال اللي عندنا، لقيت كلمه اساسي تختار على طول كلمه سيلوز. سين سيلوز، سين اساسي، اوعى تنسى الحته دي. طب تعالى بقى مع بعض نعرف ازاي الخليه النباتيه يا دكاتره بتبدا تعمل عمليه التغليظ او الترسيب اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه مع بعض. ركز بقى جدا معايا. بص يا دكاتره، كده الجدار الخلوي من الخارج، ركز قوي 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 معايا. كده الجدار الخلوي من بره، وكده الجدار الخلوي اللي عندنا من جوه. يبقى كده في عندنا جهه خارجيه وفي عندي جهه من ناحيه الداخل او من جوه. لاحظ العلماء ان ممكن النبات يزود سمك الجدار الخلوي يا اما من بره يا اما من جوه. لو اضاف مركبات كيميائيه وزود السمك من بره ده بنسميه ترسيب الخارجي. معلش اتابعك شويه معايا. ولو النبات رسب من جوه، زود السمك من جوه، ده بنسميه الترسيب الداخلي. تاني، الجدار الخلوي بيتركب اساسا خلاص عرفنا القصه من السليلوز. هناك بعض الخلايا النباتيه قد تكتفي بهذا السليلوز، هنعرف زي مين؟ ما بتعملش اي ترسيبات. وهناك خلايا بتلجأ للترسيب. ليه بيرسب؟ عشان يزود السمك. ليه بيرسب؟ عشان يخلي الجدار قوي، وكل ما يكون الجدار قوي كل ما النبات يكون عنده حضرتك دعامه قويه جدا يا شباب، كل ما يكون عنده دعامه قويه جدا. طيب ممكن سؤال يا مستر؟ اتفضل. انت قلت الجدار الخلوي اساسا من سليلوز، ماشي، وقلت ممكن يرسب من بره مكونات او يرسب من جوه مكونات. ممكن سؤال جميل، ايه الامثله للمكونات اللي ممكن يرسبها من بره او يرسبها من جوه؟ سؤال جميل جدا جدا يا دكاتره. تعالى كده مع بعض ناخد امثله. ممكن النبات يرسب من الداخل بعض المكونات. زي مين؟ زي ماده بنسميها الليجنين او بنسميها الليجناين، سمعنا عنها في سنه اولى ثانوي. صح. ممكن نبات يرسب من الداخل على الجدران من جوه ماده اسمها السيوبرين، يمكن اول مره نسمع عنها السنه دي، اسمها السيوبرين. يبقى لو سالتك ترسيب داخلي
لو سألتك ترسيب داخلي زي مين؟ لجنين سيوبرين. طيب مستر نعم. ترسيب خارجي زي مين؟ لازم احفظ الحاجات دي كويس يا دكاترة. زي مادة اسمها الكيوتين. مستر سمعنا في سنة أولى ثانوي، برافو. وممكن النبات يزود على الجدار من بره سليلوز اضافي. يعني اذا السليلوز اصبح عندي له احتمالين، ان هو كده تركيب اساسي في الجدار الخلوي، ولكن في نوع من الانسجه النباتيه بتزود من بره سليلوز اضافي عندها، فبيكون ترسيب خارجي. يبقى لازم تحفظهم معايا. الترسيب قد يكون خارجي وقد يكون داخلي. ترسيب من بره سليلوز وكيوتين، طب ترسيب من جوه لجين وسيوبرين. السؤال الجميل زي مين وليه وامتى وفين؟ لسه بدري على الكلام ده. النقطه الاهم اللي عندي، احنا كده اتكلمنا على مكان الترسيب، يا اما من بره يا اما من جوه، صح كده؟ خد المعلومه الثانيه المهمه والقاتله اللي عندنا. طب الخليه ايه مالها؟ الخليه يا مستر وضعها ايه؟ هل هي خليه جوه النبات ولا على سطح النبات؟ صح. يعني الخليه نفسها ليها هي كمان موضع، قد تكون ناحيه الخارج وقد تكون في الداخل. زي مين؟ لسه بدري على الكلام ده. انا بحاول ادي لك المعلومات بصوره تفصيليه عشان لما اجي اوضحها لك قدام تبقى فاهم انا بقول ايه. يبقى اول نقطه عندنا مهمه، الجدار الخلوي تركيبه الاساسي سليلوزي. رقم 2، قد تلجأ بعض النباتات لترسيب على الجدار الخلوي، اما من بره واما من جوه. طب رسب من بره زي مين؟ زي الكيوتين والسليلوز، زي في اي خلايا لسه هنشرحها. طب لو رسب من جوه يبقى الليجنين والسيوبرين، زي مين؟ لسه هنشرحها. مش بس كده، الخليه نفسها لها موضع في النبات، قد تكون داخليه يعني في مركز النبات من جوه، وقد تكون خارجيه يعني مثلا في جسم الانسان. سطح الجلد بالنسبه لي ده خارجي ولا داخلي؟ خارجي. فكذلك النبات عنده من البشره بتاعته من بره في خلايا، دي بنسميها خلايا خارجيه، خلاص. وفي جوه جسم النبات خلايا، دي اسمها خلايا داخليه. يبقى هناك فرق بين موضع الخليه وبين موضع الترسيب. خد بالكم جدا من الكلام ده يا شباب، كلام جميل كلام جميل. طب تعالى كده نروح مع بعض نشوف الجزئيه المهمه بقى عندنا، ودي بقى درسناها في سنه اولى ثانوي ولازم نفهمها بالفهمتو ثانيه زي ما بيقولوا. لا يا مستر تعالى اقول لك. العنوان حاجه اسمها بلانت تيشو او بنسميها الانسجه النباتيه. كلام جميل كلام جميل. كلمه تيشو عندنا معناها نسيج نباتي. واتفقت معاك من شويه ان كلمه انسجه بتساوي مجموعه من الخلايا. ونقف بقى هنا دقيقه واحده. تلك الخلايا ليها احتمالين يا شباب، اما انها تكون خلايا متشابهه وهنعرف ازاي دلوقتي، اما انها تكون خلايا مختلفه. وضح يا مستر. حاضر من عينيا، واحده واحده كده وركز معايا بقى. خلايا متشابهه دي حضرتك ليها 3 امثله خدناهم في المنهج. قبل بس ما اقولهم ركز معايا. الخلايا المتشابهه اللي عندنا او الانسجه النباتيه المتشابهه هي اللي بتملى كل اجزاء النبات اللي عندنا، بتملى الورق من جوه وبتملى الساق وبتملى الجذور الى اخره. طيب ما انا عارف يا مستر ان الخلايا بتملى النبات من الداخل، بس واحده واحده. الخلايا اللي بتملى النبات من جوه دي ليها اسم علمي بنسميها كلمه قايمه. اسمها كلمه ايه؟ كلمه قايمه. دي كلمه لاتينيه يا جماعه. اول حرفين مين؟ سي والاتش، ممتازين. بنقراهم ايه؟ حرف الشين، صح كده؟ فممكن اقراها بدل كلمه قايمه اقولها كلمه شيمي. ايوه صح يا مستر، سمعنا الكلام ده قبل كده. افكرك، الخلايا المتشابهه بتمتاز اللي هي الخلايا النباتيه اللي عندنا بنسميها الخلايا النباتيه البسيطه. والبسيطه اللي عندنا زي ما قلت لك بتكون خلايا مالها متشابهه. من امثلتها حاجات سمعناها زمان، افكرك بالمسميات وهندرسهم بالتفصيل دلوقتي. حاجه كان اسمها النسيج البارنشيمي. صح يا مستر. حاجه اسمها النسيج الكولانشيمي. صح يا مستر. حاجه اسمها النسيج السكيلارنشيمي. خدنا الكلام ده. مش ناقص حاجه ايه؟ ان ال3 كلمات بينتهوا بكلمه شيمي شيمي شيمي. واتفقت معاك ان كلمه شيمي معناها قايمه او بنسميها الخلايا اللي بتحشي بالبلدي كده او بتملى النبات من الداخل. ففي عندي حاجه اسمها بارنشيمي، وعندي حاجه اسمها كولانشيمي، وعندي حاجه اسمها سكيلارنشيمي. طيب مستر سؤال، هم اتفقوا في اخر الاسم شيمي شيمي شيمي. طب ايه الاول المقطع بتاع الكلمات دي؟ ممتاز. تعالى كده برضو ناخد فكره عنها سريعه. كلمة بارا معناها بيخزن، بتساوي كلمة ستور
بيخزن ميه، بيخزن املاح، بيخزن غذاء، بيخزن فضلات، بيحوش جواه بلاستيات خضراء. اللي عايز تقوله قوله. وكلمه كولانشيمي او كولانشيمي جايه من كلمه كله، وكلمه كله هنا معناها كلمه الاستيك، والاستيك معناها كلمه مرن. فكولانشيمي معناه النسيج المرن، عنده ليونه او مرونه. يبقى عندي واحد بيخزن بارانشيمي، وعندي واحد مرن كولانشيمي. خد التالت ده بنسميه سكلرانشيمي. كلمة سكلرا مشتقة من كلمة سكليريد، وكلمة سكليريد معناها متحجر، ومتحجر معناها عندنا صلب في الحالة دي. يعني سكلرا معناها صلب، وكل معناها مرن، وبارا معناها تخزيني أو مخزن عندنا. يا نهار أبيض. مجموع التلاتة دول اسمهم الأنسجة النباتية البسيطة. ليه تسموا بسيطة؟ هنعرف كمان شوية، ولكن بإيجاز كده إن خلايا كل نوع في التلاتة بتكون عندنا مالها شاب، بتكون حضرتك متشابهة. إزاي؟ صبرا قليلا. يبقى النوع الأول من الأنسجة النباتية اسمها الأنسجة النباتية البسيطة أو الأنسجة النباتية المتشابهة. طيب مستر النوع الثاني بقى اسمها الأنسجة النباتية المختلفة. دي مين؟ تعال أفكرك بسرعة كده. لو أنا عندي حضرتك عندي شجرة، عندنا في شجرة أهي. تعال أفكرك كده من سنة أولى وثانية ثانوي خدنا إيه قبل كده. الشجرة القصة بتاعتها إيه؟ من تحت بيكون عندنا في حاجة اسمها الجذور، صح كده؟ ثم الساق، بعد كده عندنا في الأوراق. المفروض ان الساق بيكون جواه في بالبلدي كده ماسورتين. في ماسوره اهي ولتكن مثلا اسميها الماسوره الف، وفي جنبها ماسوره ثانيه اهي وليكن عندنا اسمها الماسوره عندنا ب. خد بالك جدا من الكلام ده. اثبت العلماء ان الماسوره الف بالتحديد مثلا يعني هي اللي بتطلع الماء والاملاح من جذر النبات لحد الورق. ماشي. اشمعنى يا مستر؟ علشان لما الورق يروح له الماء والاملاح في وجود ضوء الشمس، خدنا في ثانيه ثانوي، يقوم بعمليه البناء الضوئي، ثم يعيد الغذاء لكل اجزاء النبات في الماسوره ب اللي عندنا. يبقى في ماسوره طالعه وفي ماسوره نازله. الماسوره اللي طالعه اللي بتطلع الماء والاملاح دي بنسميها الزايلم او بنسميها كلمه الخشب. سمعنا الاسم ده يا مستر. والماسوره اللي بترجع الغذاء لاجزاء النبات كان اسمها كلمه فلويم او كلمه اللحاء. هنا بقى السؤال، اشمعنى الخشب واللحاء اتحطوا تحت الأنسجة اللي بتكون خلاياها مختلفة أو اللي احنا بنسميها الأنسجة النباتية المركبة؟ وليه اتحطت البارانشيمي وكولانشيمي وسكلورانشيمي خلايا متشابهة أو بسيطة؟ هنعرف مع بعض بالتفصيل الممل الكلام ده كمان شوية. خد بالك أنا بحاول أفتح لك المواضيع. يبقى أنا عندي في أنسجة نباتية بسيطة خلايا متشابهة، بارانشيمي كولانشيمي سكلورانشيمي، وعندي فيه خلايا مركبة ودي بتكون خلاياها مختلفة وأنسجة مركبة خلاياها مختلفة، زي عندنا حاجة اسمها الخشب وحاجة اسمها اللحاء. ونطير بقى مع بعض بالتفصيل الممل نعرف كل حاجة من دول. أدي رقم واحد. رقم اتنين، بيخشوا فين في تركيب النبات أو الشجرة؟ أدي رقم اتنين. رقم تلاتة، إزاي بيحموا النبات؟ إزاي بيدعموا النبات؟ إزاي بيحافظوا على شكل النبات؟ إزاي بيدوا للنبات حاجة اسمها الدعامة التركيبية اللي إحنا بناخدها بالتفصيل ممل هذا العام يا شباب. يلا بينا نشوف الجزئية الجديدة اللي عندنا. بصوا بقى معايا. أول نوع عندنا دي النسيج البارانشيمي. بيمتاز هذا النسيج في الغالب، نسيج البارانشيمي، إن خلاياه بتكون إلى حد ما مستديرة وفي أشكال بيضاوية، لكن في الغالب بتكون مستديرة. الأشكال مش عندك قوي إنك تقولها وتحفظها، لكن تبقى فاهم الشكل العام اللي قدامنا. هتلاحظ إن الرسمة اللي عندنا آدي الخلايا النسيج البارانشيمي بتمتاز بحاجة مهمة جدا. إيه يا مستر؟ إن بيكون في بين الخلايا وبعضها، بيكون عندنا في بين الخلايا وبعضها حاجة بنسميها الفراغات الهوائية أو اللي احنا بنسميها المسافات البينية. خد بالك من دي أوي. فسألت نسيج البارانشيمي إيه كمان عندك يا بارانشيمي؟ قال لي يا مستر أنا عندي فيه نواة وعندي فيه فجوة عصارية. طب ده معناه إيه؟ قال لي يا مستر أنا عبارة عن نسيج حي، يعني بكبر وبنمو وعندي فيه ساعات بلاستيدات تقود بناء الضوئي، بخزن ميه، بخزن غذاء، املاح، قول حاجات كتير عنه. يبقى ده صفات النسيج البارانشيمي. كلام جميل. واحد، نسيج حي. رقم اتنين، في مسافات بينيه بين الخلايا. طبعا ده شكل حقيقي من تحت المجهر عندنا للنسيج البارانشيمي يا جماعه. خد بالك ده رسم، لكن ده شكل من تحت المجهر، عشان اخر السنه عينك لازم تكون شايفه الاشكال دي كويس، وهنتدرب كتير في الاسئله على الحاجات دي. ايه كمان يا مستر عندنا؟ سالت النسيج البارانشيمي انت الجدار الخلوي اللي عندك من بره ده
بيتركب من ايه؟ قال انت تسالها يا مستر. بيتركب من سليلوز. قلت له كلام جميل، ده التركيب الاساسي صح؟ قال لي اه. طب ممكن اسالك سؤال يا برانشيمي؟ قال لي اتفضل يا مستر. هو انت السليلوز اللي عندك ده ممكن ترسب عليه حاجه؟ يعني ممكن تضيف عليه مكونات؟ قال لي بص يا مستر، في حاجات ممكن يرسب عليها، لكن اغلب البرانشيمي من غير اي ترسيب او تغليظ. خد بالك جدا جدا من النقطه دي. لكن في امثله محدده، كلامي واضح، لانسجه برانشيميه بيكون عليها ترسيب. زي مين وليه؟ استنى بس شويه عليا. يبقى اذا عندنا تمتاز البرانشيميه ان الجدار بتاعها بيكون رقيق. رقم 2 بيتركب اساسا من السليلوز. رقم 3 هي عباره عن انسجه او خلايا حيه بينها حاجه اسمها مسافات بينيه، وطبعا بتساهم حتى المسافات دي ان يتحرك فيها الغازات، ولذلك حتى بنسميها وظيفه اريشن بالعربي اللي احنا بنسميها التهويه. ليه تهويه؟ عشان بيخش في الممرات دي غاز الاكسجين وغاز CO2 الى اخره. يا جماعه كلام جميل. تعالى بقى حضرتك في اخر السنه ما جابلكش الرسمه كده ولا جاب لك الرسمه الحقيقيه تحت المجهر كده، يجيبها لك ازاي؟ قدامك اهي. الرسمه اللي قدام دي يا شباب دي خاصه بامتحان اخر السنه. لازم تلاقي البرانشيم عشان تعرفه. اول حاجه قدامك لازم تشوف المسافات البينيه. صح، الخلايا الى حد ما زي ما قلت لك مستديره، والجدران بتاعتها بتكونش سميكه قوي، يعني ما عندهاش تغليظ او ترسيب. بس انتبه كلامي كان واضح، هناك انواع امثله محدده من الانسجه البرانشيميه بترسب مركبات على جدران الخلويه. زي مين؟ سيبها كمان شويه. تعال نروح للنوع الثاني اللي هو النسيج مين؟ الكولينكايم، او اسمه النسيج مين؟ النسيج الكولانشيمي. كلمه كولانشيمي عندنا معناها النسيج المرن. طب هنا يا مستر بقى ايه الفرق بينه وما بين النسيج البرانشيمي؟ تعالى كده نوضح مع بعض. هتلاحظ اول حاجه مفيش مسافات بينيه، عكس مين؟ لو رجعنا بسرعه كده، البرانشيم كان عندي فيه مسافات بينيه، انما الكولينكايم او الكولانشيم ما عندوش مسافات بينيه. ايه كمان يا مستر؟ الخلايا الى حد ما بيكون شكلها مضلع في الشكل. خلاص كده ماشي يا مستر. بتمتاز النسيج الكولانشيمي انه بيكون نسيج حي، واتفقت معاك حي عشان عنده سيادتك نواه وبيقوم بوظائف حيويه، يعني زي البرانشيمي. مش بس كده، ايه كمان يا مستر عندنا؟ النسيج الكولانشيمي بقى بيختلف عن البرانشيمي ان عنده ترسيب على الجدار الخلوي بتاعه. ونقف بقى هنا نعرفه ازاي. تعالى معايا. ده القطاع العرضي للنسيج الكولانشيمي. خلاص كده عشان جالك في امتحان اخر السنه. وده من تحت المجهر، خد بالك جدا من الكلام ده. طب انا يا مستر في امتحان ما جاش كده وما جاش كده، يجيبوا لي ازاي؟ قدامك اهو. هتلاحظ طبعا هو عاملها مستديره مش مضلعه للفهم يا جماعه. فلو جالك الرسمه في الامتحان هتيجي بقى كده. الشكل شبه البرانشيم صح؟ لكن في نقطه مهمه. هناك في البرانشيمي كان في عندي مسافات بينيه، انما هنا عندي في الكولانشيمي ان عدمت المسافات دي مش موجوده. ليه يا مستر؟ لان اللي حصل عندنا النبات عمل ترسيب بين الخلايا وبعضها. ده هنا زود ماده جديده على الجدار الخلوي الاساسي. وانا اتفقت معاك ان الجدار الخلوي اساسا من السليلوز بالتركيب الاساسي، لكن الكولانشيمي لجأ لحاجه جديده، لحيله جديده، عمل ترسيب اللي عندنا. طيب مستر اسالك سؤال اتفضل. الترسيب ده النوع بتاعه بره الخلايا صح؟ يعني على الجدار الخلوي من بره. ممتاز، يبقى ده عندي ترسيب خارجي. الله ينور عليك. طب سؤال تاني يا مستر، انت حددت في الشرح ان في امثله للمركبات دي، كان في منها يا مستر كيوتين، جدع، كان فيها مستر ليجنين، ممتاز، كان فيها مستر سيوبرين، برافو، وكان في سليلوز. طب سؤال يا مستر لو سمحت، الماده اللي تترسب هنا ترسيب خارجي دي عباره عن ايه؟ عباره عن سليلوز اضافي او سليلوز زياده عندنا. يعني هو عنده اساسي وعنده اضافي. الاضافي ده بنسميه الترسيب. طب ممكن اسالك يا مستر اتفضل، النسيج الكولانشيمي ده لما رسب على الجدران الخلويه بتاعته من بره ماده السليلوز اللي قدامنا دي يا شباب، اللون البينك الغامق شويه دي بتساهم في ايه؟ دي بتخلي النسيج ده عنده قوه، ركز في الفاظي قوي، زائد حاجه اسمها الاستيك، اسمها مرونه. واديك مثال جميل. ماما في البيت جابت ملوخيه، لك تعالى قطف معايا. هتقعد تقطف ملوخيه صح كده؟ كلام جميل. هتجيب عود الملوخيه وتشيل الورق اللي بره ده. ايه اللي بيتفضل عندنا؟ العود بتاع الملوخيه صح؟ ساعات بنلسع بعض بيه. عود الملوخيه ده بيكون صلب؟ لا، ده انت لو ضغطته بايدك هتلاقيه بيتني معاك صح كده؟
طب سيب العود هيرجع كمكان. معنى ذلك ان عنده مرونه فائقه. سبب المرونه اللي موجوده في السيقان زي الملوخيه وزي البقدونس وزي الكرفس والحاجات دي كلها هو وجود نوع من الانسجه يا جماعه، الانسجه الكولانشيميه. مش بس كده، مش ساعات تمسك العود بتاع الملوخيه كده تعالى جنب ودانك وحاول تكسره، لو قدرت تكسره او تاكله باسنانك حسب بيقرقش معاك، صح كده؟ ما هو القرقشه دي سببها وجود الانسجه الكولانشيميه دي يا جماعه. خد بالكم جدا جدا من الكلام ده. يبقى النسيج الكولانشيمي بيمتاز انه حي، وبيمتاز ان عنده ترسيب، وما عندوش مسافات بينيه قلنا زي مين؟ زي النسيج البارنشيمي او البارنكايما عندنا. يبقى كده 2 حي عندنا. طيب مستر سؤال، انا كطالب هلاقي فين النسيج البارنشيمي ده في النبات؟ ده سؤال جميل. الكولانشيمي سؤال اجمل، والنوع اللي جاي الثالث سؤال اجمل من الاثنين. هنعرف كمان شويه، امشي بس معايا. الثالث من الانسجه النباتيه البسيطه وحاجه اسمها النسيج الاسكلرانشيمي. اولا اسكلرانشيمي، كلمه اسكلرانشيمي عندنا معناها النسيج الصلب. كلمه اسكلرانشيمي عندها معناها النسيج الصلب، جايه من كلمه سكيلرا يعني معناها متحجر يعني. طيب مستر ايه اللي بيميز النسيج ده عن اللي فاتوا؟ يعني ايه اللي بيميز السكلرانشيمي عن البارنشيمي والكولانشيمي؟ اول حاجه نسيج ميت. يا نهار ابيض، نسيج ميت؟ ازاي يا مستر نسيج ميت جوه نبات؟ نبات كائن حي. بس واحده واحده، ما تستعجبش قوي كده. احنا البني ادمين عندنا انسجه ميته بجد طبعا. ضوافرك انسجه ميته، شعرك نسيج ميت. صح. ازاي يا مستر بشد شعري؟ لا بتشد شعرك، انت بتشد البصيله من تحت في متصل بيها اعصاب حسيه. لا بنتكلم على الشعر نفسها، لو قصيتها ما بيحصلكش حاجه ولا بتألم ولا اي حاجه. لو قصيت ضوافرك بدون اي الام فدي انسجه ميته. الاظافر دورها النيلز بتاعتنا بتحمي اطراف الاصابع، اليد او الرجل. الشعر ذات نفسه المفروض بيوفر حمايه للجمجمه والدماغ او المخ اللي جوه دماغنا. ولكن طبعا احنا عندنا الطلبه بتبقى فاكره ان الشعر والضوافر حيه، لا دي اجزاء ميته في جسمنا. فكذلك في النبات عنده انسجه ميته ولكنها بتأدي وظيفه حمايه ودعامه عنده. هنعرف ازاي دلوقتي. يبقى نسيج السكلرانشيمي بيمتاز انه نسيج صلب قوي وصلب. خد بالك لما الاقي كلمه قوي في الامتحان لازم انتبه. كلمه قوي الكلمه اللي جايه وراها هل قوه ومرونه ولا قوه وصلابه؟ تفرق طبعا. قوه ومرونه النسيج الكولانشيمي عشان بيمتاز بترسيب قلنا من السليلوز الاضافي او الزياده. خد بالك من دي. طيب مستر قوه وصلابه وانت مغمض عينك النسيج السكلرانشيمي ده. طب ايه يا مستر اللي بيخلي النسيج السكلرانشيمي قوي وصلب عن الكولانشيمي؟ وجود ترسيب اكيد مختلف. ممتاز. الترسيب اللي عندنا في النسيج السكلرانشيمي بيكون عباره عن ماده الليجنين، ماده الليجنين. طيب مستر سؤال، اتفضل. في النسيج الكولانشيمي، النسيج عندنا الكولانشيمي نرجع له تاني كده سريعا. الكولانشيمي الترسيب السيلوز عندنا كان ترسيب خارجي، صح كده؟ كلام جميل. على الجدران الخلويه من بره، ما احنا اتفقنا يا اما يكون الترسيب من بره او الترسيب من جوه. على الجدار الخلوي من الخارج او على الجدار الخلوي من الداخل، وهتنسى الحته دي. فهنا في حاله الكولانشيمي الترسيب السيلوزي كان من بره خارجي. طيب مستر في حاله النسيج السكلرانشيمي بيكون حضرتك ترسيب الليجنين اللي عندنا بيكون ترسيب داخلي. ازاي يا مستر؟ اهو في المكان ده كده. بص معايا انا ماشي ازاي. ادي الترسيبات الداخليه من ماده الليجنين القويه الصلبه اللي عندنا الغير منفذه للميه. خد بالكم من الكلام ده، اللي سيادتك الجدار الخلوي الاساسي اللي بره اهو، ادي الاساسي اللي عندنا اللي هو السيلوزي اساسا، تمام كده؟ لكن الليجنين جاي من تحت كده. خد بالكم من الكلام ده يا جماعه. يبقى هنا الليجنين عندنا ترسيب ماله؟ ترسيب داخلي حذاري. انما السيلوز في الكولانشيمي كان ترسيب خارجي. طب والبارنشيمي اتفقت معاك اغلب البارنشيمي ما عندوش ترسيبات، بيكتفي بالسليلوز الاساسي بتاعه الا في امثله محدده. قلت كلامي كده من شويه ولسه هنعرف الامثله اللي هي بارنشيميه وعندها نوع من الترسيب وليه. ركز جدا في كلامي. طيب مستر ممكن سؤال معلش بالراحه؟ اتفضل. النسيج الكولانشيمي نسيج حي، صح كده؟ والنسيج السكلرانشيمي نسيج ميت. طيب ممكن سؤال بالراحه كده يا مستر، ايه اللي خلى الكولانشيمي حي وايه اللي خلى السكلرانشيمي ميت عندنا؟ ممتاز. نوع التغليظ دي مش في المنهج بس خدها معلومه من المستر بتاعك.
في عندنا تغليظ منتظم وفي تغليظ غير منتظم. يعني ايه؟ تعال احكي لك. هنا هتلاحظ ان المادة المغلظة الليجنينية احيطت بالخلية كلها، خلاص كده، يعني غلفت الجدار الخلوي بالكامل من جوه. والمشكلة اللي عندنا ان الليجنين مادة غير منفذة للمية، فمن تاسع المستحيلات ان الخلايا الاسكليرانشيمية يخشها مية. من تاسع المستحيلات عندنا ان الخلايا الاسكليرانشيمية يخشها مية، من تاسع المستحيلات. لذلك هي خلايا ميتة معايا. عكس مين؟ عكس عندنا الأنسجة. نرجع كده سريع، الأنسجة الكولانشيمية. هتلاحظ هنا على الرسمة إن التغليظ اللي عندنا تغليظ غير منتظم. يعني إيه يا مستر؟ في مسافات ممكن تعدي، يعني جدران بتبقى أرق في السمك تعدي المية منها، لكن في حتت بتبقى مغلظة قوي، مش كلها مغلظة، يعني ده بنسميه تغليظ غير منتظم. لكن في الاسكليرانشيمي تغليظ منتظم، وده اللي بيخلي الاسكليرانشيمي ميت لكن بيخلي الكولانشيمي حي عندنا. هو مش هيسألك فيها، بس ما انت عارف الحته دي. وفي برضو حاجه اضافيه جميله، لو خدت بالك شكل التغليظ عندنا بيقع في زوايا، يعني تحس كده ان الزاويه دي مغلظه، دي مش مغلظه، دي مغلظه، دي مش مغلظه، فده ساعات بنسميه تغلظ زاوي. يعني ايه زاوي؟ يعني الماده اللي اترسبت في النسيج الكولانشيمي اللي هي عباره عن سليلوز اضافي عندنا بيترسب في الاركان او في الزوايا، فده بنسميه غير منتظم. هتلاحظ هنا في تغليظ اهو، صح كده؟ تعالى بس نغير اللون كده عشان كله ياخد باله معايا. هنا في تغليظ اهو، صح؟ في تغليظ هنا، مفيش هنا، مفيش هنا، في تغليظ هنا، في تغليظ هنا، فهتلاحظ ان في اماكن ما فيهاش تغليظ واماكن فيها تغليظ، عشان كده اسمه تغليظ غير منتظم، وده اللي بيخلي الكولانشيمي حي. انما الاسكليرانشيمي حضرتك ماله يا مستر؟ الاسكليرانشيمي عندنا بيكون التغليظ عندنا منتظم، بيقفل الخلايا كلها، ولذلك بتكون خلايا ميته. فانتبه جدا للكلام ده، ده لو سألك يا جماعه. طيب سؤال يا مستر التاني، البارانشيمي، الكولانشيمي، سكليرانشيمي موجود فين في النبات؟ وبيدعمه وبيحميه ازاي؟ او بيحمي اجزائه ازاي؟ اجابتي الطبيعيه صبرا قليلا لما نخلص الايه الفنيات كلها. تعال نروح كده لجزئيه تانيه. ادي شجره قدامنا، المفروض النبات اللي قدامنا بيكون عنده نوعين من الانسجه، هنشبههم بالمواسير. ادي ماسوره اللي قدامنا اللي فوق دي، وادي الثانيه ماسوره عندنا بالشكل ده. وجد العلماء ان في ماسوره منهم بيطلع فيها الماء والاملاح من الجذر حتى الاوراق، وده اللي بنسميه عندنا نسيج مين؟ نسيج الخشب. الماسوره الثانيه بيرجع فيها الغذاء من الاوراق لكل اجزاء النبات، وده اللي احنا بنسميه اللحاء عندنا. يبقى ماسوره طالعه اسمها الخشب، وماسوره راجعه بنسميها اللحاء. بصوا يا جماعه، هنستبعد اللحاء تماما من الدعامه في النبات. بالبلدي كده اللحاء اخره ماسوره بيتحرك جواها الغذاء بتاع النبات اللي بيتكون في البناء الضوئي. لكن الخشب اثبتنا ان ليه وظيفه تانية، على الرغم ان هو بيطلع الماء والاملاح من اسفل لاعلى، لكن لقينا في حاجه غريبه في تركيبه بتقوي الشجره او النبات اللي عندنا. ازاي؟ تعالى كده معايا، بص كده معايا على الشريحه دي. اولا احنا قلنا ان اللحاء بيتحرك فيه الغذاء من الاوراق لكل اجزاء النبات. طبعا ده تركيب اللحاء، طبعا ده شكله حقيقي تحت المجهر يا جماعه. معلش بس السبوره بتجري. ده الشكل الحقيقي للحاء تحت المجهر، ودي رسمه موضحه ليه. طبعا اللي في النص دي خدناها في سنه تانية ثانوي، اللي احنا بنسميها الانبوبه الغرباليه، واللي كانت موجوده في الاجناب بنسميها الكومبانيون سيل او اسمها الخلايا المرافقه. وطبعا بما فيه صفائح او جدران مثقبه بالعرض اللي احنا بنسميها الصفائح الغرباليه، دي خدناها في سنه تانية ثانوي مع بعض. وطبعا ده اللي بيعدي فيه الغذاء من اوراق النبات الى كل اجزاء النبات. تعالى بقى للخشب المهم عندنا. اللي قدامك دي تحس ان عامله زي الحفره، عامله زي الحفر، هو ده بقى الخشب تحت المجهر. على فكره هي كده مصبوغه، يعني في صبغه عشان تبان بالمنظر ده. ده شكل حقيقي على فكره. طب الشكل الرسمي بتاعها اللي احنا بنرسمه بقى اهو، دي عباره عن ماسوره قطعناها نصين. العلماء اثبتوا ان الماسوره دي من جوه اللي بيطلع فيها الميه بتكون مبطنه بماده الليجنين. ايه ده؟ ده الليجنين كده في مكانين، بيبطن الخشب من جوه وموجود في التغليظ في النسيج الاسكليرانشيمي. ممتاز. طيب مستر، الاسكليرانشيمي نسيج صلب قوي جدا، بيخلي الخلايا مدعمه جدا. هو على فكره الاسكليرانشيمي ده بيوازي في الانسان الهيكل العظمي. خلاص كمل بس معايا. طيب مستر، الخشب بيرفع ماء واملاح، صح؟ طب بيأدي وظائف ثانيه؟ نعم. يا زي مين؟ تعالى معايا. المفروض ان الماء اللي طالعه دي ممكن تخلي وعاء الخشب يبقى مرن، يبقى طري ضعيف، يعني يبوش بالبلدي، صح كده؟
اللي بيحصل بقى ان الليجنين اللي بيبطن الخشب ده من جوه بيخلي الماسوره بتاعه الخشب دي بيخليها قويه جدا علشان تفضل مفتوحه باستمرار، فيطلع دايما الميه من اسفل الى اعلى. مش بس كده، بما ان الليجنين بيضيف الصلابه في النبات، فاحنا بنعتبر الخشب مواسير صلبه قويه جوه الشجره بتساهم في دعامه الساق، في قوه الساق اللي عندنا. خد بالك جدا من الكلام ده. طيب ايه كمان يا مستر عندنا؟ لسه بدري، احنا كده لسه بنمزمز. النقطه اللي بعدها بقى بيقول لك هنا تعالى بقى مع بعض نتعرف على الأنسجة النباتية اللي أنا وجعت دماغكم بيها من شوية. بارنشيمي، كولانشيمي، سكلرانشيمي. نكتب كده مع بعض. آدي النسيج البارنشيمي، آدي النسيج الكولانشيمي، آدي النسيج السكلرانشيمي. قلنا البارنشيمي حي، كولانشيمي حي، سكلرانشيمي ميت، اوعى تنسى. والتلاتة اسمها الأنسجة النباتية البسيطة. وقلنا بسيطة علشان الخلايا ابتدى بتكون شبه بعضها. وطبعا لو رجعنا برضو سريعا كده عشان الطلبة ساعات بتنسى، بص على البرانشيمي الخلايا كلها متشابهة. طيب تعالى بص كده على الكولانشيمي الكولانشيمي الخلايا كلها برضو متشابهة. خلاص، يعني نسيج الواحد خلايا متشابهة. طب والسكلرانشيمي برضو خلايا عندنا بتكون متشابهة. انما عندنا الخشب واللحاء لا، ده اللحاء فيه انبوبة غربالية، دي حاجة مرافقة، دي حاجة تانية، صفيحة دي حاجة تالتة، والتلاتة مختلفين عن بعض. هنا عندنا المفروض في حاجة اسمها الأوعية، وكان في حاجة اسمها القصيبات. الوعاء حاجة والقصيبة حاجة، يعني أجزاء مختلفة عندنا، عشان كده اسمها الأنسجة النباتية المركبة. خدوا بالكم من الكلام ده. طيب نرجع تاني لكلامنا. قلنا البسيطة عندنا بارنشيمي، كولانشيمي، سكلرانشيمي. طب المركبة يا مستر قلنا عندنا في الخشب وفي عندنا اللحاء. السؤال بقى الجميل، برانشيمي او كولانشيمي او سكلرانشيمي او الخشب اللي عندنا، قلنا نستبعد اللحاء من الدعامه تماما. ازاي بقى بيدعموا النبات؟ اولا الانسجه دي يا شباب بتساهم في حاجه زي ما قلت لك اسمها الدعامه التركيبيه في النبات. فالسؤال الجميل، التركيبيه دي بتحصل نتيجه ترسيب مركبات كيميائيه خاصه في تلك الانسجه. طب الانسجه دي بقى كلها فين مكانها في النبات؟ بيحافظ عليه ازاي؟ بيدعمه ازاي؟ تعالى بقى معايا نعرف القصه دي. لو رحنا مع بعض كده لتانية ثانوي، شوفوا يا جماعه الاحياء متراكبه ببعضيها، مترابطه مع بعض. يعني تانية بتؤهل الى تالتة، تانية ثانوي كورس تالتة ثانوي، وتالتة ثانوي امتداد لتانية ثانوي. خدوا بالكم من الكلام ده. ده كان قطاع جذر النبات في تانية ثانوي. تعالى افكرك كده، دي كانت عندنا مين؟ ممتازين. دي كانت الشعيره الجذريه اللي احنا بنسميها هيري روت. كانت بتعمل ايه؟ تعال نفتكر بسرعه. كانت بتمتص الميه بالخاصيه المين؟ الخاصيه الاسموزيه، لسه الله قايلنا. فالميه تخش تتجمع فين؟ الفجوه العصاريه، وتبدا تتنقل الميه من فجوه لفجوه، من فجوه لفجوه، من فجوه لفجوه، طبعا بالاسموزيه، لحد ما تروح للماسوره الرئيسيه اللي عندنا اللي هي مين؟ الخشب. ولسه قايلين من شويه ماسوره الخشب ضعيفه، لا دي قويه. ليه؟ علشان متغلظه متبطنه بماده الليجنين التي تكسب ماسوره الخشب في النبات القوه. بما انها قويه يبقى بتدعم النبات نفسه. يبقى اذا نسيج الخشب دعامي او بيقوي النبات علشان مبطن او مغلظ بالليجنين. اوعى تنسى الكلام ده. طيب طبعا في تفاصيل تانية على الرسمه دي هنسيبها دلوقتي، هنقابلها في المراجعات ان شاء الله قدام، لكن انا هلتزم بالاجزاء اللي الكتاب حددها لنا. خلاص كده؟ يبقى اذا عندنا ادي اول نسيج الخشب قدامنا اهو، في قطاع جذر النبات بيكون مبطن بالليجنين علشان يحافظ على صعود الماء الى اعلى في النبات من الجذر حتى الاوراق. ادي مثال عندنا. طب تعالى كمان مثال تاني. ايه كمان خدناه؟ جميل، قطاع الورقه في النبات. تعالى افكرك، خدنا في ثانيه ثانوي الكلام ده. تعالى بقى نعرف في الورقه في الانسجه سواء بارنشيميه او كولانشيميه او سكلرانشيميه بتساهم ازاي في الحفاظ على خلايا النبات، ازاي بتدعم النبات، ازاي بتكسب النبات الدعامه التركيبيه اللي عندنا. تعالى كده معايا. اللي فوق دي عندنا كان اسمها مين؟ ممتازين. كان اسمها البشره العليا. خدنا الكلام ده. طب واللي تحت دي مين؟ ممتازين. دي كان اسمها البشره السفلى. تعالى بقى معايا هنا. البشرة العليا والسفلى في النبات عبارة عن خلايا بارنشيمية. عبارة عن ايه؟ خلايا بارنشيمية. كلام جميل. فاكرين لما قلنا النسيج البارنشيمي بيكون ما عندوش ترسيب، صح كده؟ بيكتفي بالسليلوزو بتاع الجدار الخلوي الاساسي، ولكن تلاقي فيه استثناءات. فاكر الكلام ده؟ صح يا مستر. خد الاستثناء بقى. وجد العلماء ان خلايا البشرة
سواء في الورقة أو في الساق لسه هنشوفه دلوقتي بيكون مغطى بمادة شمعية اسمها الكيوتين، وده بيترسب على الجدار الخلوي للبشرة من الخارج. يعني الكيوتين عندنا ترسيب خارجي، انما من شويه الليجنين في السكلرانشيمي كان ترسيب داخلي على الجدران من جوه. طب السيلوز في الكولانشيمي كان ترسيب خارجي على الجدار من بره. اوعى تنسى الكلام ده وهلخصه في الاخر دلوقتي. يبقى هنا الكيوتين عندنا ترسب من بره. علل لي ليه في كيوتين؟ تعال نفكر كده. دي ماده شمعيه، والماده الشمعيه بتكون كارهه للميه او غير منفذه للميه. صح يا مستر، ده ورق النبات بيكون معرض لضوء الشمس، فالطاقة الحرارية ممكن تبخر كمية من المية كبيرة جدا من الورقة فيثبت ويموت الأوراق. وده اللي بيخلي الكيوتين يترسب هنا على البارنشيمي اللي هي خلايا البشرة العليا أو حتى السفلى في الورقة علشان يقلل فقد الماء بعملية النتح. قلنا الكلام ده قبل كده يا جماعة في تانية ثانوي. صح يا مستر. يبقى هنا الترسيب عمل حماية. الكيوتين أدى دور في الحماية. عبارة عن إيه؟ صلابة؟ لأ. مرونة؟ لا. امال ايه يا مستر؟ قلل فقد من الورقه اللي عندنا. تعالى بقى، مش بس كده، تعالى معايا. مين اللي في النص عندنا ده؟ يا مستر ده اللي عندنا نسيج الخشب. ممتاز ممتاز ممتاز، ناس مذاكره كويس من تانية ثانوي. نسيج الخشب. مش احنا قلنا قبل كده ان اللي في النص كان اسمها الحزمه الوعائيه؟ ولو جينا قسمناها كانت اسم نصين كده. كان في عندي حاجه اسمها خشب، كان عندي في حاجه تحت اسمها لحاء. طبعا هي مرسومه رسم كروكي هنا يا جماعه، خلاص مش رسم علمي صحيح، لكن عشان نفهمك بس. دي كده كان اسمها الحزمه الوعائيه، كان فيها خشب ولحاء. الخشب بقى نفسه احنا قلنا من شويه عباره عن مواسير مبطنه بماده الليجنين او مغلظ بالليجنين. يبقى عندنا النسيج اللي عندنا الخشب اللي هو في الحزمه الوعائيه مدعم بالليجنين، وده بيخلي الورقه على فكره فيها نوع من القوه. خلاص خد بالكم من الحته دي، ونوع من المرونه برضو. طب ايه كمان يا مستر عندنا؟ ده النسيج العمادي مش عاوزينه، ده نسيج الاسفنجي مش عاوزينه. تعالى تحت وفوق. تحت وفوق فين؟ دي الحزمه الوعائيه هنا كده، وتحت عندنا هنا كان في انسجه. ممتاز، انسجه كولانشيميه. وتعالى افكركم من تانية ثانوي، النسيج الكولانشيمي في الورقه اللي هنا كان بيأدي دور حمايه للحزمه الوعائيه اللي هنا. ليه يا مستر؟ اصل في خشب فيه الميه، وفي لحاء عندنا فيه الغذاء، ودول ماسورتين خطيرتين جدا في الورقه. فربنا سبحانه وتعالى حط من تحت ومن فوق انسجه دعاميه، دعاميه حمايه عشان يحمي الاسطوانه اللي في النص دي يا جماعه عندنا. خد بالكم من الكلام ده. يبقى انت عندك البشره في ورق النبات، طبعا دي خلايا برنشيميه استثنائيه عليها ترسيب خارجي من الكيوتين. وعندنا نسيج الخشب بيكون مغلظ بالليجنين، وعندنا النسيج الكولانشيمي موجود سيادتك في الورقه بيكون مغلظ عندنا بالسليلوز. خدوا بالكم جدا جدا من الكلام ده يا جماعه. ده قطاع كده في الورقه. يبقى كده وضحنا على الورقه اللي خدناها في ثانيه ثانوي ازاي الانسجه سواء برنشيميه او كولانشيميه او حتى نسيج الخشب ازاي بيأدي دور محدد جوه النبات اللي عندنا. ايه كمان مثال تاني يا مستر؟ تعال لسه بدري. طبعا ده كان الجذر خلصناه. الساق مش خدنا ده في ثانيه ثانوي؟ صح يا مستر. لو جبنا ادي ساق النبات يا جماعه وعملنا قطاع عرضي كده، هيبقى عندنا الساق بصينا من فوق بياخد شكل اسطواني. صح؟ عملنا ايه ساعتها؟ واحنا واخدين مثلث قطاع في الساق ده، عملنا له زوم بعد كده على جنب، فخد معايا المنظر ده. طبقات بهذه الساق ايه؟ تعالى بس ناخد حاجات معينه. اللي بره خالص دي اللي احنا بنسميها البشره. والبشرة عبارة عن خلايا برنشيمية مغطاة هي كمان بالكيوتين. الله، يعني معنى ذلك ان البشرة في الورقة والبشرة في الساق مغطاة بالكيوتين لنفس الهدف، تقليل فقد المية من النبات. ما هو حضرتك ايه الهدف؟ ان خلايا النبات تشرب مية بالاسموزية اللي قلناها في اول المحاضرة، وانها تحتفظ بالميه جوه الخلايا الفجوه العصاريه، وتيجي الحراره اقل حراره تبخرها يموت النبات. فاذا محتاجين عازل من بره. يبقى اذا عندنا الكيوتين ده بيعزل او بيقلل فقد الميه من خلايا النبات. يعني الخلايا الخارجيه زي البشره في الساق وزي البشره في الورقه بتحمي الخلايا الداخليه. خدوا بالكم من الكلام ده. زي جلدنا يا جماعه. انتوا عارفين جلد الانسان ضروره اساسيه ايه؟ تعال اقول لك. جلدك رقم واحد لو مش موجود اساسا، نسلخ جلدنا كده على جنب، هيبقى اللحم مكشوف للهواء، العضلات مكشوفه للهواء، هتتلوث بميكروبات. مش بس كده، مع ارتفاع الحراره بتاعت الشمس هتتبخر الميه من جسمنا. فالجلد دوره الاساسي واحد انه بيديك شكل جمالي، عارفين الكلام ده. 2 بيغلف لحمك من بره بيحميك. رقم 3 بيقلل فقد الميه من جسمنا يا جماعه. ما انا بعرق، العرق حاجه
الجلد بينظم خروج العرق، ده لو ما فيش جلد والجسم بخر الماء مره واحده لساني يطب ساكت فيها. يبقى اذا نفس القصه، الكيوتين اللي في البشره او البشره بالكيوتين اللي عليها في الورق او في الساق بتساوي الجلد في جسمنا. خد بالكم من الكلام ده، شيء عظيم. ايه كمان يا مستر؟ طبعا عندنا تحت البشره في عندنا النسيج الكولانشيمي برضو، وده بيساهم في جزء من البناء الضوئي على فكره، وخدنا من شويه انه مغلظ عندنا بالسليلوز او عن ترسيب سليلوزي خارجي. طيب ايه كمان عندنا؟ هنا كان في حاجه اللي هو الموف ده يا شباب، ده بنسميه نسيج البريسايكل. تعالى بس كده افكرك كده من حته خدناها زمان. بريسايكل ده في تانية ثانوي كان عباره عن نسيج اسمه نسيج المحيطي او اسمه البريسايكل. ليه محيط؟ عشان بيتكرر في القطاع اللي عندنا. يعني ممكن الاقي بريسايكل موجود هنا عندنا، وفي بريسايكل هنا، وفي هنا، وفي هنا، وهكذا. يعني ماشي على محيط دايره بمعنى اخر، يعني عشان كده اسمه بريسايكل. بريسايكل يعني نسيج المحيطي. ما علينا الترجمه. البريسايكل ده حضرتك كان عباره عن نوعين من الانسجه بيتبادلوا مع بعض، ده من ثانيه ثانوي. نسيج انسجه بارنشيميه وحاجه اسمها الياف. ايه الالياف دي؟ تعالى كده معلومه على هامش المنهج مش عندك بس اعرفها، كانت موجوده وشالها. احنا عندنا قلنا الانسجه الحيه مين في البسيطه؟ البارنشيمي، جدع. ايه كمان؟ كولانشيمي، ممتاز. طب مين في البسيط ونسيج ميت؟ انا عارف يا مستر، جدع، النسيج الاسكلرانشيمي، برافو عليك. الانسجه الاسكلرانشيميه دي يا جماعه متعدده في الاحجام وفي الاشكال، خلاص كده؟ وفي منها نوعين من الاشكال. في حاجه بنسميها الياف اللي هي بيتكلم عليها هنا، يبقى الالياف دي نوع من الاسكلرانشيمي. عشان كده هو كاتب على البان نسيج اسكلرانشيمي، هو مش اسكلرانشيمي بس، هو بيكون معاه بارنشيمي، مجموعهم مع بعض اسمهم بريسايكل. بس اللي يهمني هنا الاسكلرانشيمي اللي في البريسايكل ده، كلام جميل. وحاجه اسمها خلايا حجريه بيسموها ستون سيل، زي اللي موجوده يا جماعه في الثمار الصلبه زي الكمثرى والحاجات دي كلها، في المكسرات زي الجوز واللوز وعين الجمل والكلام ده كله. خد بالكم من الحاجات دي. طيب المهم النسيج البريسايكل ده بقى اللي فيه نسيج السكلرانشيمي ده مغلظ زي ما قلنا بالايه يا جماعه؟ مغلظ عندنا بالليجنين. ده بيخلي ساق النبات قائم مرن، يعني اللي يخلي شجره في الشارع تهب الرياح عليها وتلاقي الشجره بتميل وترجع تاني لوضعها، تميل وترجع لوضعها. في مرونه عندنا، في الاستيك. سبب المرونه دي بيساهم فيها نسيج البريسايكل اللي عندنا، اللي بيخش في تركيبه نسيج سكلرانشيمي اللي مدعم او مغلظ بالليجنين. اوعى تنسى الكلام ده. يبقى ساق النبات في عندنا بشره عليها ترسيب من الكيوتين بيقلل عندنا سيادتك من ايه؟ من فقد الميه. في عندي نسيج كولانشيمي ده بيساهم بجزء من البناء الضوئي وجزء من المرونه برضه في الساق، وده بيكون مغلظ بالسيلوز اللي عندنا. مش بس كده، نسيج البريسايكل اللي عندنا حضرتك، البريسايكل اللي عندنا في انسجه سكلرانشيميه، في انسجه اسكلرانشيميه، خلاص كده، بتدعم النبات اللي عندنا لوجود الليجنين. خد بالكم من الكلام ده. طب تعالى معلومه ثانيه. الجزء ده كده يا شباب لو انتوا بقى فاكرين الحته دي ايه؟ كانت الحزمه الوعائيه في ساق النبات. تعالى افكرك، اللي تحت الاحمر ده نسيج الخشب، وده برضو مدعم بالليجنين. خلاص بقى دماغنا وجعتنا، عرفنا بقى اللي فيه مغلظ او مدعم او مرسب في الليجنين. فاكرين الحته اللي فوق دي؟ ده اللحاء، صح كده؟ واللي في النص دي مين؟ كان حاجه اسمها الكامبيوم، خدناها في ثانيه ثانوي. الكامبيو ده بينقسم، بيزود الخلايا لبره، بيزود لحاء لبره، وبيزود خشب لجوه لمركز الساق، فيزود سمك ساق النبات. عشان كده حضرتك لو جينا على شجره معمره قطعنا الجذع بتاعها، هتلاقي سيادتك ان جذع الشجره بيبقى فيه حلقات من جوه كده، دي بنسميها حلقات النمو. سبب تكوين الحلقات دي اللي ادت في النهايه لزياده سمك ساق النبات هو الكامبيوم اللي عندنا ده، وده خدناه في ثانيه ثانوي. كلام جميل، كلام جميل. طيب لاحظ حاجه ثانيه غريبه. ايه؟ واحنا بنتكلم على الورقه قلت لك ان بيكون الخشب فوق واللحاء تحت، صح كده؟ لكن لما اتكلمنا على الساق العكس، بيبقى اللحاء هو اللي فوق والخشب هو اللي تحت. خد بالكم من الحته دي حته من ثانيه ثانوي، هو مش هيسالك بس ما انت عارفها يعني. يبقى اذا هنلاحظ هنا عندنا الخشب اللي بيعدي فيه الماء والاملاح مدعم عندنا بالليجنين. النسيج البريسايكل فيه انسجه سكلرانشيميه مدعمه بالليجنين. الكولانشيمي اللي عندنا في النبات مدعم بالسليلوز. البشره في ساق النبات مدعمه بالكيوتين. يبقى دي كلها بتساهم بوظائف في النبات. كل الوظائف دي بنسميها بين قوسين الدعامه في النبات.
كل الوظائف دي بتخش في تركيب اجزاء من النبات، بنسميها الدعامه التركيبيه في النبات. خد بالكم جدا جدا من الكلام. أهم الأنسجة سواء نباتية بسيطة أو سيادتك نباتية مركبة، وتعرفنا بالتفصيل مواقعها سواء في جذر النبات أو في ورق النبات أو حتى في ساق النبات. طيب في ملحوظة جميلة جدا، احنا اتكلمنا كتير على السليلوز، اتكلمنا على الكيوتين، اتكلمنا على الليجنين، بس ما خدناش حاجة على السيوبرين ده يا مستر. المادة اللي بقى التالتة دي قبل بس ما أقولها. احنا عندنا دلوقتي يا شباب المية، لازم تاخد بالك قوي من الحتة دي. الماء في عندنا مركبات من اللي قلناها منفذة للمية، وفي عندي مركبات غير منفذة للمية. خد بالك من الكلام ده. المنفذ للمية حاجة واحدة، السليلوز، عشان تريح نفسك، والباقي غير منفذ عندنا، زي الكيوتين لازم تحفظ الكلام ده، وزي الليجنين، وزي السيوبرين. اوعى تنسى الحاجات دي يا جماعة. طب مستر السيوبرين ده موجود فين؟ بس واحدة واحدة. خدنا في اولى ثانوي ان اشهر العلماء اللي اكتشف الخليه بل وسماها خليه، هي جت الاسم اساسا منين؟ كلمه خليه معناها سيل، وكلمه سيل مشتقه من كلمه اسمها سيليولا، وسيليولا معناها الفجوه، فجوه باللغه العربيه. واللي شاف الكلام ده كان العالم روبرت هوك، لما كان بيدرس نوع كده خاص من الانسجه النباتيه. قدامنا على الشاشه يا جماعه الشجره اللي قدامنا دي جذعها مغطى من بره بماده بتاخد لون ابيض قدامك لو واخد بالك من الشريحه، او لون اصفر. الماده دي عندنا الاول اللي بتاخد لون ابيض دلوقتي على الشريحه قدامنا دي بنسميها كورك. اسمها يا مستر اسمها الكورك. ايه الكورك ده؟ اللي احنا بنسميه نسيج الفلين. مستر عارفه الفلين. هو اقول لك هو ايه؟ تقول لي مش ده يا مستر بيتحط في الاجهزه الكهربيه بيحيط بيها من بره عشان ما يتكسرش؟ لا، ده اسمه فوم صناعي. ده الفلين ده اقول لك بس مثال، في ساعات بنجيب زجاجات الميه، ازازات الميه، الازاز اللي بنخزن فيها ميه في الثلاجه يعني، ساعات بيكون الغطا بتاعها بلاستيك، صح؟ غطا بلاستيك. وساعات في زجاجات الغطا بتاعها حاجه عامله زي المطاط كده، زي الخشب، بيتضغط لجوه. هو ده الفلين، ده منتج نباتي بيجيبه من الاشجار المعمره والعجوزه. اهو روبرت هوك بقى كان بيدرس الكورك ده اللي هو الفلين ده حضرتك. خلاص كده هوك ده لفت نظره حاجه تحت المجهر البسيط بتاعه وهو بيدرس نسيج الفلين، لاحظ انه عباره عن مجموعه من الفجوات. شايفينها قدامكم يا جماعه؟ فراح مدلع كل فجوه من دول سماها كلمه سيليولا باللغه اللاتينيه، اللي بعد كده قص الكلمه وبعد كده سماها كلمه سيل، واللي احنا ترجمناها سميناها كلمه خليه، اللي هي وحده بناء النسيج اللي عندنا. وكلمه وحده بناء يعني اصغر جزء في التركيب اللي قدامنا. المهم صديقنا العالم هوك لما درس نسيج الفلين، طبعا ده نسيج يعتبر نسيج ميت يا جماعه، خلاص هو بيبدا حي وبعد كده بيموت. ازاي؟ خد بالك من المعلومه دي، الفلين بيبدا حي بعدين بيموت. ازاي؟ سيبها خالص دلوقتي لحد بالسلامه كده ما نروح لفصل او باب المناعه في المنهج، هتفهم انا بقول ايه، بس خليك ماشي معايا واحده واحده. يبقى ده مين؟ نسيج الفلين. طب ايه اللي بيميزه يا مستر؟ لقينا ان عنده فيه ترسيبات داخليه، يعني مواد كانت ترسب على الجدران الخلويه بتاعته من الداخل. مين المركبات الكيميائيه اللي احنا عثرنا عليها بتترسب على الجدران الداخلية لهذا النسيج الفليني اللي عندنا؟ هي مادة السيوبرين. والعلماء أثبتوا يا شباب إن الأشجار المعمرة أو العجوزة أو الخشبية بيكون على جذوعها من بره النسيج الفلين المدعم بالسيوبرين علشان يقلل من فقد الماء من تلك الجذوع اللي عندنا. ما احنا قلنا من شوية إن السيوبرين مادة مالها غير منفذة للمية. خد بالكم من الكلام ده يا جماعة، الحاجات دي مهمة قوي قوي قوي. خلاص كده بالنسبه للملحوظه اللي عندنا او نسيج الفلين اللي هو اكتشفه العالم هوك، ثم بعد ذلك عرف تركيب الخلوي بتاعه بعد ذلك. وبكده يا شباب نكون خلصنا مع بعض، ناقشنا سريعا الدعامات في النبات. الدعامه بالامتلاء بالميه اللي اسمها الدعامه الفسيولوجيه المؤقته اللي بتحصل بالاسموزيه، وقلنا ان المنهج حذفها دي فعليا من عندنا، بس لازم نفهمها عشان محتاجينها قدام. لكن الاساسي عندنا الدعامه النوع الثاني اللي هي قلنا اسمها الدعامه الدعامه التركيبيه، ودي اللي خاصه بتركيب، طبعا خاصه قلنا بتركيب مين؟ بتركيب الجدار الخلوي. واوعى تنسى زي ما قلنا من شويه الجدار الخلوي قدامنا اهو بيتركب اساسا اوعى تنسى الكلمه دي، اساسا من سيلوز، ولكن
عصر العلماء ان احنا عندنا يا مستر ان احنا عندنا في جدران خلويه بيحصل عليها اما ترسيب خارجي يا اما ترسيب داخلي. اوعى تنسى دول. ترسيب خارجي افكرك زي مين؟ زي الكيوتين قلناها من شويه، بشره الساق والورق، تقليل فقد الماء بالنتح. ايه كمان ترسيب خارجي يا مستر؟ زي السليلوز في الانسجه الكولانشيميه المرنه، تدي السيقان المرونه عندنا، قوه المرونه، اوعى تنسى. طب ترسيب داخلي زي مين؟ زي ماده الليجنين، وخدنا والله امثله كتير، خدنا نسيج الخشب، خدنا نسيج الاسكلرانشيمي، وقلنا الاسكلرانشيمي بيكسر نبات القوه والصلابه، اوعى تنسى. خدنا ايه كمان عندنا كترسيب داخلي؟ خدنا السيوبرين في نسيج الفلين، ده برضو ماده غير منفذه للميه وترسيب عندنا داخلي، اوعى تنسى الكلام ده عندنا. ده بالنسبه سيادتك للايه؟ للدعامه التركيبيه. طبعا موضع التاثير بتاع طبعا الفجوه العصاريه لا، طبعا موضع التاثير زي ما قلنا الجدار الخلوي في النبات دي خاصه بيه، يبقى التركيبيه خاصه بالجدار الخلوي، وما تنساش تركيبيه في حرف الر، جدار في حرف الر. خلاص كده؟ خد بالكم من الحته دي، كلام جميل. طيب المده الزمنيه، يعني ايه المده الزمنيه؟ الدعامه الفسيولوجيه كانت عامله ازاي؟ كانت دايما ولا مؤقته؟ لا كانت مؤقته يا مستر. لو في ميه الخليه ممتلئه بالماء، مفيش ميه بتفقد الخليه الماء وبتنكمش رينكلد بالمنظر ده، صح كده؟ كل ما في ميه في امتلاء يعني في شكل الخليه، تفقد الماء تفقد شكلها، فدي اسمها مؤقته، دي الفسيولوجيه. انما التركيبيه لا، ده انا بحط اسمنت على الحيطه بيدوم مدى الحياه. فهنا ترسيب سواء بقى سليلوز او ليجنين او كيوتين او الكلام ده بيفضل مع النبات طول ما هو حي، وحتى بعد ما بيموت بيفضلوا موجودين اساسا. عشان كده بنسميها حضرتك دعامه مين؟ دعامه دائمه. يبقى رقم واحد التركيبيه خاصه بتركيب الجدران الخلويه في كل الانسجه النباتيه سواء كانت بسيطه عندنا او مركبه. رقم اتنين نوعها او الفتره الزمنيه بتدوم معاه مدى الحياه، عشان كده بنسميها عندنا دائمه. طيب مستر المصدر بتاع الدعامه التركيبيه يعني مصدر يا مستر؟ احنا عندنا الدعامه الفسيولوجيه حصلت بالخاصيه المين؟ بالخاصيه الاسموزيه. والخاصيه الاسموزيه دي عمليه كيميائيه ولا فيزيائيه؟ انت راجل اشطر مني بقى. والله اسموزيه يا مستر شدينا الميه بملح والسكر، ده في حركه للميه، في موشن، والحركه تبع الفيزياء، يبقى دي خاصيه فيزيائيه، دي الاسموزيه في الفسيولوجيه. لكن في التركيبيه لا، ده احنا عملنا عمليه تغليظ او عمليه ترسيب. حتى بص اللفظ كلمه ترسيب، لما ناخد الكيمياء لما نحط محلول على محلول بيديني حاجه اسمها البي بي تي اللي احنا بنسميه الراسب. خدناها في الكيمياء الكلام ده. يبقى عندنا الدعامه التركيبيه تعتمد على خاصيه الترسيب، وهي عمليه عندنا يا شباب ملا عمليه كيميائيه، اوعى تنسى الكلام ده. والترسيب اما بيكون على كل الجدار الخلوي او على اجزاء منه. على كل الجدار الخلوي زي عندنا الاسكلرانشيميه كان اسمه تغليظ منتظم لو فاكرين، او على اجزاء منه كان تغليظ غير منتظم. ما هو ده اللي خلاني اقول لك كلمه منتظم زي سكلرانشيمي، او غير منتظم اللي هو الزاوي او بتاع الاركان ده زي الكولانشيمي. الكلمتين دول في التعريف في المنهج، فعشان كده انا اضطريت انا افسرهم يا جماعه. واضح؟ عايزك تفهم احياء كويس مش هتعرف تحل كويس. كلام جميل. معانا الرسمه دي الوزاره نزلتها في كتاب الوزاره في التعديل السنه اللي فاتت. من الاخر كده يا شباب انا عاوزك تهتم جدا بالرسمه دي، لان اغلب الاسئله هتكون عليها او شبهها، فانا حبيت اسيبها في الاخر كملخص اللي عندنا. عنواننا بيقول ايه؟ تلخيص الدعامه التركيبيه. تركيبيه اوعى تنسى خاصه بالجدار الخلوي. تركيبيه هي دعامه بتنشا عن طريق عمليه الترسيب، والترسيب قد يكون خارجي او داخلي، اوعى تنسى الكلام ده. طيب والترسيب او الدعامه التركيبيه دايما ولا مؤقته؟ لا دي دائمه يا مستر. كلام جميل. وراح مديلك بقى قطاع في الساق ده بتاع كتاب المدرسه، واداك الحاجات اللي عليه زي اللي شرحناها من شويه. تعالى كده مع بعض. هنا بيشاور فين؟ على البشره بتاعت النبات. ركز بقى معايا. نوع الترسيب لسه قايله من شويه كيوتين تقليل فقد الميه. طب الكيوتين كان هو كترسيب خارجي ولا داخلي؟ لا خارجي يا مستر. ممتاز لسه قايلنا. طب ايه الهدف ان خلايا الساق في النبات او حتى الاوراق في النبات يكون عليها كيوتين تقليل فقد الماء بعمليه النتح اللي عندنا؟ خلاص كده. طب سؤال جميل اساله لك. انت قلت الكيوتين هنا ترسيب خارجي صح؟ كلام جميل. طب خلايا البشره بتاعت الساق خلايا خارجيه
ولا خلايا داخليه؟ فكر كده، دي البشره موجوده على السطح بتاع الساق، ولما اقول كلمه سطح يبقى حاجه من بره. يعني خلايا البشره موقعها خارجي، ونوع الترسيب من بره عليها خارجي. خد بالك من دي، خلايا خارجيه وترسيبها من بره عليها خارجي. البشره في الساق والبشره في الورقه. بيلعب على الحاجات دي اخر السنه. ادي اول معلومه. ايه كمان عندنا تحت البشره؟ كان في عندنا هنا الانسجه الكولانشيميه اهو. خلايا الكولانشيميه راحت فين؟ خلايا الكولانشيميه. تعال فكرني انت بقى، ماده الترسيب كانت مين؟ خلاص قلنا السليلوز. طب السليلوز في الكولانشيمي ترسيب من بره ولا من جوه؟ لا خارجي يا مستر، ممتازين. طب الهدف منه الكولانشي بيدي نبات القوه، ولازم الحم وراء الكلمه الثانيه الاستيك، المرونه، علشان يواجه الكسر او الضغط لو الرياح او السيول خبطت في الاشجار اللي عندنا. مش ساعات تبقى واقف كده في الغيط في البلد كده وتلاقي النبات بيتهز من غير ما يتكسر؟ هو ممكن يتكسر في ظروف معينه، لكن بتكلم لغايه بيميل ويعود لوضعه الطبيعي، بيميل ووضعه الطبيعي. اللي بيسبب الاماله رايح جاي المرونه اللي في الساق بسبب النسيج. مين عندنا؟ النسيج الكولانشيمي ده يا جماعه. ايه كمان عندنا؟ الخلايا هنا عندنا طبعا المفروض هنا كده يا جماعه البريسايكل. طبعا كانت الصوره الثانيه اوضح. طبعا فيها خلايا سكلرانشيميه، وقلنا ان البريسايكل بيبقى يشمل حاجتين، بارانشيمي وسكلرانشيمي. والسكلرانشيمي اللي موجود في البريسايكل ده عباره عن الياف سكلرانشيميه. وضحنا الحاجات دي من شويه، اوعى تنسى. طبعا ماده الترسيب اتفقت معاك، سكلرانشيمي الميت اللي جنين انت مغمض عينك. طب ترسيب اللي جنين بره ولا من جوه؟ لا يا مستر ترسيب داخلي. ممتاز. طب الهدف منه ايه؟ سكيلرا متحجر، يبقى اكيد القوه زي هنا، بس نضيف كلمه تانية، مش المرونه، لا القوه والصلابه. اوعى تنسى الحته دي. ولذلك يا جماعه لا قدر الله لما تلاقي في شجره عجوزه معمره في الشارع على الرصيف كده، وعربيه ماشيه مسرعه وراحت الفرامل المهويه راح لابس في الشجره، هتلاحظ ايه؟ هتلاقي العربيه اللي من المعدن متطبقه والشجره زي ما هي، صح؟ بسبب وجود الدعامه القويه في الجذع بتاعها. يا جماعه ده لو واحد فكر مثلا يتخانق مع شجره ومديها بالبوكس كده، ايديك هتتكسر لا قدر الله، والشجره زي ما هي، يعني عندها حاجه اصلب من العظام بتاعتنا. يا نهار ابيض. ايه كمان يا مستر؟ طبعا دي انسجه الخشب اللي عندنا، طبعا دي بيطلع فيها طبعا الماء والاملاح في الساق حتى الاوراق. طبعا نوع الترسيب او ماده الترسيب اللي عندنا اتفقت الخشب زي السكلرانشيمي الجنين. طبعا نوعه برده داخلي عشان كان بيبطن ماسوره الخشب من جوه، هتنسى كلام جميل. طبعا الهدف برده اكساب النبات القوه والصلابه. خد بالك من حاجه، هنا القوه والصلابه بنلعب على نوع الماده. يعني الجنين قوه وصلابه. طب لو قال لي سيلوز يبقى عندنا قوه مرونه. طب لو قال لي كيوتي لا تقيل فقد الميه. طب سؤال لحضراتكم، الخلايا السكلرانشيميه دي نوع الترسيب اللي عندها الجنين ترسيب داخلي على الجدار الخلوي بتاع خلايا السكلرانشيميه من جوه. طب الموقع بتاع السكلرانشيميه ده خارجي ولا داخلي؟ موقع الخلايا لا يا مستر دي جوه الساق، يبقى موقعها كخلايا داخلي. تمام كده؟ والترسيب بتاعها كمان داخلي. طب سؤال جميل، الخشب نوع نسيج الخشب الترسيب اللي فيه ترسيب الجنين ترسيب ايه؟ داخلي. طب انسجه الخشب نفسها على السطح من بره زي البشره ولا في مركز الساق من جوه؟ لا من جوه يا مستر. يبقى نوع انسجه الخشب او مكانها نسيج داخلي وترسيبه داخلي. يبقى كل من السكلرانشيميه والخشب اللي عندنا انسجه داخليه وترسيبها داخلي. لكن البشرات تبقى خلايا خارجيه على السطح وترسيبها خارجي في حالتين بس، في حالة البشرة في ساق النبات وحالة البشرة في ورقة النبات. لكن الخلايا البرانشيمية التانية اللي جوه بقى الساق أو الورقة ما عليهاش أي ترسيبات يا جماعة، خدوا بالكم من الكلام ده. وهكذا. طب تعالى برضه نلخص الكلام اللي عندنا ده. علاقات بيانية مهمة جدا. أول واحدة بيدي لك هنا على الأفق عندنا الزمن ومدينا قوة الدعامة على الرأس. نقرأ المنحنى إزاي؟ كلما زاد الزمن، أسألك مر الزمن والعمر يعني، قوة الدعامة التركيبية بتقل؟ لا. بتزيد؟ لا. تفضل ثابتة عندنا. خلاص كده؟ يعني النبات لأنها دائمة بيحتفظ بيها مدى الحياة، يبقى لا تتغير مع مرور الزمن. كلام جميل. خد مثال بقى يحب ايه يبقى أفكار عليا عندنا. جاب لك مخطط بيعبر عن جفاف البيئة على الأفق عندنا والدعامة التركيبية على الرأس. هتلاحظ عندنا ايه؟ إن بدأ يحصل عندنا زيادة الأول، وبعد كده اصبحت زي الشكل اللي فوق بقت ثابته عندنا لا تتغير مع مرور الزمن. طب سؤال يا مستر، دي الحته دي شبه دي صح كده؟ طب دي كده جت ازاي؟ ما هو حضرتك
النباتات الصحراويه زي قصب الرمال، التين الشوكي، الصبار، الكلام ده كله. طبعا البيئه الصحراويه بيئه قاحله نادره في الميه شديده الحراره. النبات بيعمل حاجه اسمها ادابتيف. ايه الادابتيف اللي عندنا ده؟ ايه الادابتيف اللي عندنا ده؟ تمام. لو عندي ادي الورقه سيادتك اهي، ادي ورقه النبات مثلا يعني. طبعا النبات بيحاول يطور وسائل عشان يقلل باي طريقه ممكنه تقليل فقد الميه اللي عندنا. فيبدا يرسب عندنا الكيوتين. الكيوتين ماده شمعيه. طب حس ان الموضوع لسه فيه فقد للميه، يزود سمك الكيوتين. يزود الكيوتين تاني وهكذا. يعني الكيوتين بيترسب عنده على مراحل. عشان كده كان المنحنى عندنا بادئ فيه زياده طرديه وبعد كده بقت ثابته. لما فضل يزيد 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 اللي هي المرحله الاولى دي يا جماعه، وبعدين خلاص اكتفى، هو رسب كيوتين كافي علشان ما خلاص مش هفقد ميه بعد كده، فتبدا بقى تصبح عندنا دعامته التركيبيه مالها ثابته او دائمه مدى الحياه. خدوا بالكم جدا من الكلام ده. تعالوا بقى مع بعض يا شباب نعمل بقى ملخص سريع لكل الاحداث اللي احنا خدناها. إيجاز موقع الخلايا ومواد الترسيب المسؤولة عن الدعامة التركيبية في النبات اللي عندنا. أول حاجة مادة السيوبرين. فين الموقع بتاع الترسيب؟ السيوبرين بيترسب من جوه بترسيب داخلي. طب موقع الخلايا، خلايا الفلين كانت بتغطي جذع الشجره من بره، دي خلايا خارجيه، يبقى خلايا خارجيه لكن ترسيبها داخلي زي خلايا الكرك او الفلين. اوعى تنسى لو شكل الخليه عندنا يا جماعه اهو، ادي الجدار الخلوي من بره اللون الاخضر، هتلاحظ ترسيب السيوبرين بيكون من جوه. طب موقع الخليه دي بيكون على الساق من بره، لكن ترسيبها السيوبريني بيكون على الجدار من جوه. اوعى تنسى الكلام ده. طب السليلوز، تعالى فكرني كده بس يا مستر عرفت. الأنسجة الكولانشيمية، موقع الأنسيج الكولانشيمي بيكون داخلي لكن ترسيب السيلوز بيكون خارجي. فعلا الترسيب فعلا خارجي. طب موقع الخلايا، خلايا داخليه، اوعى تنسى زي الانسجه الكولانشيميه قدامنا الصوره يا جماعه اهي. وهتلاحظ ان السليلوز اللي عندنا بيترسب في الاركان. صح، يعني سيادتك تغليظ غير منتظم، تغليظ غير منتظم، وده اللي بيخلي النسيج الكولانشيمي وعن جداره نسيج حي. لكن النسيج الفليني عندنا بيبقى حي وينتهي بيبقى ميت في الاخر عندنا. وهنعرف ازاي القصه دي قلنا في المناعه قدام. ايه كمان عندنا يا مستر؟ الليجنين. انا بس عرفت يا مستر، الليجنين ترسيب داخلي على الجدران من جوه. خلاص كده لخلايا مين الخلايا اللي عندنا؟ سكلرانشيميه او الخشب، والاثنين بيكونوا جوه النبات، يعني خلايا داخليه وترسيبها بيكون داخلي. خلايا فعلا داخليه، خلايا فعلا داخليه والترسيب داخلي. زي مين؟ اسكلرانشيميه، وممكن ناخد الخشب على البيعه معانا. وادي الشكل العام، ادي الجدار الخلوي الاساسي اللي بره. بص الترسيب الليجنين جه فيه بقى يا جماعه، ترسيب الليجنين عندنا جه من جوه. طبعا الخشب والايه وسكلرانشيمي زي بعض في القصه دي. طب الكيوتين، ما نبصش للشاشه، الكيوتين ترسيب خارجي على خلايا البشرة اللي كانت خارجية، يعني بشرة خارجية وترسيبها خارجي. فعلا خلايا خارجية والترسيب هو كمان خارجي عندنا، زي خلايا البشرة سواء كانت في ورقة النبات أو كان عندنا فين في ساق النبات. خد بالك قوي من الكلام ده، ورسمة توضحها عندنا. ادي الخلايا البرانشيمية، وعلى فكرة قلنا الخلايا البرانشيمية المستثناة من الترسيب، يعني اللي عندها ترسيب خارجي يا بشرة الورقة يا بشرة الساق بس. لكن أي خلايا برانشيمية داخل الساق، داخل الجذر، داخل الجذور عندنا مفيش ترسيب بيكون عليها. حذاري جدا من الكلام ده. ده بالنسبة عندنا للسلايد اللي معانا. وتعالوا مع بعض كده يا شباب سؤال ختامي على اللي احنا خدناه مع بعض. اذكر الهدف من الترسيب في كل حالة. مديك تفاحية، ساق نبات عجوزة أو خشبية أو معمرة. خد بالك عشان الحتة دي فيها سؤال جميل آخر السنة. وهنا عندنا ساق البقدونس او البرسيم، ودي عندنا كمثريه جميله. هنا بيقول لك في ترسيب كيوتيني على بشره التفاحه، هنا في عندنا السيوبرين في نسيج الفلين، هنا عندنا السليلوز في ساق البقدونس اللي عندنا، وهنا عندنا سكلرانشيمي في التفاحه اللي عندنا. طبعا فيها لجنين هنا، كلام جميل. نبدا بالتفاحه. الكيوتين اللي على التفاح بتشوفه ازاي؟ لو جبت تفاحيه حمراء كده جميله، اغسلها تحت الميه كويس ونشفها بمنديل قوي، شيل الميه اللي عليها يعني، وتحت الضوء حطها، هتلاقي التفاحيه فيها لمعه، صح؟ اللمعه دي هو الكيوتين. بيعمل ايه؟ تعال اقول لك. لو حطيت تفاحيه في المطبخ عده ايام تبوظ؟ لا، تقعد سليمه زي ما هي. ايه اللي خلاها تحتفظ بالنضاره بتاعتها لفتره طويله؟ وجود الكيوتين ده، عشان بيقلل فقد الميه. يبقى هنا هدف الترسيب تقليل فقد الماء، تقليل فقد الماء.
لان الكيوتين ماده غير منفذه للميه. قلنا والله الكلام ده. طب تعالى على ساق النبات اللي عندنا دي بنسميها ساق نبات خشبي. خشبي يعني عجوز او معمر، زعلش، معمره او خشبيه، عجوزه مسنه. بيكون على الجذع من بره، شفناها في الصوره الحقيقيه من شويه، اللي هو نسيج من الكرك او الفلين. بيرصب فيه السيوبرين، والسيوبرين ماده اسالكم منفذ ولا غير منفذ؟ لا غير منفذه يا مستر. يبقى دي سيادتك برضو تقليل فقد الماء، ده الهدف بتاعه، تقليل فقد الميه عندنا. طب تعالى بقى الجميل بقى، ده ساق البقدونس او الكزبره او الملوخيه والحاجات دي ساق شبه دي؟ لا دي ساق خضراء. دي بنسميها ساق عشبيه، صح؟ الساق العشبيه غير الخشبيه. الخشبيه صلبه عشان بيكون عندها في التركيب في عندها سكليرانشيمي وبتتغطى من بره بنسيج الفلين اللي فيه سيوبرين. انما ساق البقدونس لا، دي مرنه. مرنه يبقى عندها سيلوز ترسيبي، يبقى عندها النسيج الكولانشيمي. يبقى هدف ترسيب السيلوز هنا في الكولانشيمي اللي هنا اكساب الساق اللي عندنا المرونه، القوه والمرونه. انما هنا سكليرانشيمي القوه والصلابه. طب السيوبرين او الفلين تقليل فقد الماء. اوعى تنسى الكلام ده. تعال هنا في الكمثرى. الكمثرى والتفاح، الكمثرى بالتحديد صلبه جدا. علشان تاكلها من الاخطاء الشائعه، خد دي كمعلومه كده ينفعك حتى في البيت. لما تاكل التفاحه والكمثرى بلاش تاكلها تقرقضها زي الفار كده. في ناس بتجيب التفاحه والكمثرى يا جماعه تقوم ضارب بقه مره واحده، دي كارثه. الصلابه بتاعت الكمثرى او التفاح بتدوس على اللثه فبترفع اللثه فوق، فتبص في المرايه كده تفتح بقك تلاقي اللثه غير منتظمه عندك، ده بنسميه انحسار اللثه وبيدخلك في مشاكل طبيه وساعات عمليات جراحيه. على فكره ما اعمل ايه يا مستر ما اكلش؟ لا، هات التفاحه والكمثرى قطعوا اربع او اجزاء صغيره وكلوا بعد كده، لكن مش ترقع مره واحده. خلاص خد بالكم من الكلام ده. طبعا عندنا هنا الليجنين يبقى اكيد نسيج سكليرانشيمي، يبقى اكساب الثمر اللي عندنا القوه القوه والصلابه، فخد بالك جدا جدا من الكلام ده. بكده دكاتره المستقبل نكون خلصنا مع بعض شرح المحاضرة الأولى، وأعتذر جدا عن الإطالة، لكن حاولت قدر الإمكان إن احنا نوسع المعلومات في الدرس علشان نعرف نتعامل مع الأسئلة. خلاص كده؟ ده بالنسبة حضرتك لمين؟ ده بالنسبة للشرح بتاعنا. وتعالى بقى عشان نختم كمان الدرس ناخد كده 5 أسئلة، الأفكار الجميلة على الدرس بتاعنا عشان نبدأ احنا خدنا المعلومات كاملة لدرسنا النهاردة. ربنا يوفقكم يا شباب، يلا بينا على الأفكار الهامة للدرس.